طلاب سينيور 3 في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده نشتغل مع بعض الاكسبيرمنتال الثالث من اكسبيرمنتالز السنه دي. طيب اعذرني حقك على راسي من فوق. انا بحاول انجز على قد ما اقدر. ان شاء الله الفيديو ده سواء الثالث او الرابع والخامس هينزلوا لك ان شاء الله قبل المواد اللي بره المجموعه. كان نفسي انزلهم بدري عن كده والله، بس انا زي ما اغلبكم يعرف واللي ما يعرفش انا اخر سنه ليا، فانا عندي مشروع تخرج وعندي دنيا وهتبقى في وسط امتحاناتكم، فانا بحاول والله انجز واصور على قد ما اقدر. تمام؟ طيب احنا النهارده هنشتغل مع بعض الموديل الثالث. جالنا فيدباك محترم عن الموديل الاول والموديل الثاني، وناس كتير كانت بتسال، والناس برضو سالت احنا هنعمل ايه في ليالي الامتحان. ليالي الامتحان يا حبيب قلبي هتبقى كلها فور فري، بس لازم حضرتك تبقى في الجروبس بتاعتنا وتتابع معانا اول باول. يعني ابعت لنا عشان لازم تبقى في الجروب عشان نقدر ان شاء الله نخليك تحضر معانا ليالي الامتحان. وليالي الامتحان زي ما بقول لك وهفضل اقولها دي تاني، يعني هي فور فري خالص. هيبقى في حاجات هتنزل يوتيوب وفي حاجات هنعملها لايف، تمام، مع بعض، سواء زوم بقى او اي حاجه. احنا ان شاء الله من اول ما هنرجع من الكيمستري هنبدا رحلتنا مع بعض. افتح بعد اذنك، هتلاقي فيه برومو ان شاء الله هينزل لك بعد امتحان الوطنيه والدين بتاعكم. هنزل لكم برومو كده صغير جميل افهمك السيستم بتاعنا ايه ليالي الامتحان. شوفوا وافهموا وجمع الكونسبتس اللي فيه عشان مهم. تمام؟ ده بالنسبه لايه؟ لفكره البرومو هنمشي ازاي في ليالي الامتحان. تعالى بقى من غير ما نتكلم كتير، تعالى نبدأ مع بعض في موديل النهاردة. موديل النهاردة الليفل بتاعه لو انت حليت 1 و 2 معايا واشتغلت معايا مش هتلاقيه غلس ولا صعب، بالعكس هتلاقي الدنيا في اللذيذ منه خالص. هتكتب اسمك، اسم المدرسة، وتملى رقم الجلوس مثلا 23 0 5 3 8 2. فساعتها التلاتة اهي، الاتنين اهي سوري، هتملى طبعا البابل شيت هنا 2 3 والزيرو اهي تحت. تركز، خلي بالك احنا الزيرو هنا، خلي بالك عشان الحاجات دي هي اللي بتلخبط. وكده كده انت المواد اللي بره المجموع هي اللي هتدربك على الكلام ده. 5 3 8 2، ادي الاتنين اهي، وادي التمانية كمان تحت. بص اهو، شفت 8 اهي. كنا هنظلل في مكان غير مكان. طيب ده كده ايه الافكار، انك فكره انك تملى البابل شيت واحده واحده. طيب تعالى نبدا مع بعض. اول سؤال بيقول لك ان electric conductor of length 1 متر. اتفقنا مع بعض احنا بنبدا بالتسلسل من سؤال 1 لحد 32 بتبقى الشابترز مترتبه 1 2 3 4 5 6 7 8. تمام؟ طيب تعالى بقى بالراحه لحد بقى سؤال 33 بيبدا يسالنا الاسئله اللي بدرجتين. تلاقي تشابتر 1 بعد كده 2 بعد كده 3، او حتى ممكن في تشابترز يعملها سكيب ما يسالش عليها عادي. طيب an electric conductor of length 1 متر، يعني ده ال حلو. cross sectional area كده يبقى دي الاريا، جميل. carries an electric current intensity ادي الاي and the potential difference across it is كده ادي الفي. it means that. طيب بالراحه تعال نجيب اسهل حاجه فيهم، مين؟ الريزيستنس. مش الريزيستنس عباره عن في اوفر اي؟ قال لي الفي بكام؟ ب 6، الاي بكام؟ ب 2، يبقى الريزيستنس ب 3 اوم. فهنا بيقول لك الريزيستنس ب 12 اوم، دي استحاله. ماشي؟ ده لو جبت لك واحد لسه بيقول بسم الله فيزيكس استحاله يحلها دي. طيب تعالى بقى بالراحه، عايز الريزستيفيتي كوندكتيفيتي الباور. تعالى نجيب الباور. قال لي مستر طب الباور عباره عن I squared times R، صح؟ طيب الاي بكام؟ ب 2، باور 2 تايمز 3، يعني 4 تايمز 3 يعني 12 واتس. طيب هل 12 وات هنا؟ لا 3، فدي غلط. طيب تعالى، مش الريزيستنس عباره عن ريزستيفيتي دوت لينث اوفر اريا؟ طيب الريزيستنس يا مستر معانا؟ معانا ب 3 اوم. اللينث معانا؟ ايوه مظبوط معانا ب 1. الاريا معانا 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، خلي بالك all باور 2 عشان انت عندك 2 مليمتر باور 2. فساعتها تحسب لي الريزستيفيتي. يلا بينا،
احسب الريزستيفيتي شيفت سولف او من غير شيفت سولف اهي. 3 تايمز 2 يبقى 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 اوم دوت متر. واثق؟ واثق. تعالى كده نقرا الريزستيفيتي 6 تايمز 10 باور 6 لا. طيب therefore الكوندكتيفيتي، تعالى نجيب الكوندكتيفيتي هي 1 اوفر الريزستيفيتي. اعمل 1 اوفر انسر اللي هي دي 1 اوفر 6 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 يطلع لك 1.667 تايمز 10 باور 5. لما تحرك البوينت هتبقى 5 اوم نيجاتيف 1 دوت متر نيجاتيف 1. فهي دي الإجابة سي. يبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع إجابة سي. ما كانش سؤال صعب خالص، بالعكس سؤال حلو ولذيذ وسهل. طيب اخترت سي. 2 يلا بينا تعال نشوف مع بعض question 2. ماشي. The figure shows a part of a closed electric circuit حلو containing two metals X and Y مالهم made of the same material. يعني ايه؟ يعني عندهم نفس الايه؟ resistivity. resistivity 1 قد resistivity 2. طيب with cross sectional areas A 1 over 3A respectively and lengths L و 3L as shown in the figure. عايز ايه؟ عايز I1 على I2. اي I في الدنيا هي عبارة عن ايه يا باشا؟ V over R1 V over R2. استنى 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 استنى، هما مش connected in parallel، يبقى الفولت ماله constant. خلي بالك، يبقى حضرتك قصدك تقول لي R2 على R1. تعال نفك الريزيستنس، تتفك الريزستيفيتي دوت. بالراحة بقى، احنا هنتكلم على 2 الأول، يبقى لينث 2 بكام؟ ب 3L على اريا 2 1 over 3 اريا divided. يلا resistance 1 resistivity دوت اللينث بتاعنا L الاريا ايه؟ استنى مستر، قلنا نفس الريزستيفيتي فراحوا مع بعض، اللينث راحت مع اللينث، الاريا مع الاريا. 3 على 1 over 3 تطلع لك 9 over 1، فتبقى اجابتي اجابه بي. ما كانش برضو سؤال صعب خالص. احنا هنشوف الاسئله اللي فيها تريكه وجديده في تشابتر كام؟ طلعت بي. ما كانش فيه فكره غلسه، بالعكس لذيذ. طيب 3 ده حلو قوي 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 قوي. بيقول لك the electrical circuit ماشي shown in the figure consists of two batteries VB1 and VB2 with two internal resistance R1 و R2 and the resistance R and the voltmeter. حلو. لو وسويتشز K1 و K2، لو اديتك معلومه ان VB2 مالها اكبر من VB1 ماشي، what happens to the voltmeter reading؟ الفولتميتر هيحصل له ايه when the switch is closed؟ طيب بالراحه، صلي على النبي، بالراحه كده. تعالى في الحاله اللي قدامنا مستر K1 closed و K2 opened. ففي الحالة دي تعالى كده، الفولتميتر يا مستر هيقرا. لو ده مقفول ده مفتوح يبقى البطارية اللي جنبه ديد، يعني الشكل ده بس. فالفولتميتر بيقرا ايه؟ بيقرا VB minus IR، يبقى VB1 minus IR1. جميل. طيب الحالة بقى التانية ركز معايا فيها عشان تريكي قوي قوي قوي. انا فتحت K1 وقفلت K2. طيب فالفولتميتر هيقرا ايه؟ يلا بينا بالراحه. لما يا مستر فتحت K1 على فكره هي الاي ما اتاثرتش، الاي هتفضل زي ما هي لان الريزيستنس زي ما هي، بس انا لما قفلت ده بقى عندي كارنت طالع من هنا وكارنت طالع من هنا وفي بطاريتين ان سيريس. ولما الكارنت يبقى عكس بعض، يعني كارنت كده وكارنت كده، يبقى البطاريتين ايه؟ واحده بتشحن التانيه. تمام؟ طيب فالكبير بيشحن الصغير،
مين الصغير؟ في بي 1، يبقى ده اللي بيتشحن، يبقى في بي 1 بلس اي ار 1. يا ترى يا هل ترى قرايه الفولتميتر حصل لها ايه؟ قال يا مستر بص، هي كانت في بي ماينس حاجه بقت في بي بلس حاجه، يبقى زادت يا مستر increases. وده كانت فكره question 4، ما كانش صعب خالص خالص خالص، بالعكس لذيذ وفكرته حلوه. فاخترنا مع بعض اجابه question 3 سوري، اخترنا اجابه بي هنا وهنا. تعال ندخل بقى على question 4. طيب question 4 بيقول لك the shown figure represents a part of a closed electric circuit. عايز ايه؟ عايز الريزيستنس R. جميل. لو البوتنشال ديفرنس بكام؟ ب 23 فولت، يعني فولت الجزء ده كده ما بين A و B ب 23 فولت. طب خلاص يا مستر، هقول يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، واعمل حركه كمان يا مستر، الريزيستنس دي ارميها فوق اخلي دي ب 3 اوم. فهقول التوتال فولت بتاعي 23 فولت اللي هو ايه بقى؟ 4 ار اللي هو الاي في الار بلس ال 3 فولتس بلس 3 في 4 يبقى 4 تايمز 3، كل ده ايكوالز 23. therefore هات لي الريزيستنس يا باشا، شفت سول. ما لو قلت لي زيرو تبقى مغفل وحمار، انا اسف يعني. امال انت هتقول لي يا مستر 23 لان هو التوتال بتاعهم 23. طيب يبقى 4 اكس بلس 3 بلس 12 الفا ايكوال 23. شفت سولف، تطلع لك دي يا باشا بكام؟ ب 2 اوم. يبقى اجابتي اجابه بي. فاخترتها بي هنا واخترتها في البابل شيت بتاعتي بي. طيب 5، احنا كده يعتبر خلصنا اسئله شابتر 1. بدانا بقى في اسئله شابتر 2. تعالى نقرا بالراحه. in the figure shown a half ring. يعني ايه half ring؟ يعني الان بتاعت حضرتك بكام؟ قال يا مستر الان بهاف. طيب through which an electric current I flows is placed in an external magnetic field B. يعني انا عندي فيلد هنا خارجيه غير الفيلد اللي الكويل بيطلعها اسمها B perpendicular out of the page, the plane of the page. If the direction of the resultant at point Y is out of the page. يعني ايه؟ التوتال البي توتال طلعت برضو ايه؟ out of the page. فمعنى ان هي out of the page يبقى البي توتال، استنى كده بص يا مستر، الكويل ده كده صباعي داخل لجوه يبقى ايه؟ انلت. طب البي توتال بتسمع ان ولا اوت؟ بتسمع كلام الاوت. يعني ده معناها ان البي اكسترنال اكبر من البي كويل، لان ما دام الدايركشن بتاعي اوت يبقى انا بسمع كلام الكبير. يبقى البي اكبر من بي كويل، فك بي كويل ميو الان اي على 2 ار. يبقى البي اكبر من ميو الان بنص اي على 2 ار. فذيرفور البي اكبر من ميو اي على 4 ار. تيجي نبص كده بيقول لك which of the following is correct. اهي احنا جبناها، الاكسترنال اكبر من ميو اي على 4 ار، فتبقى اجابتي اجابه دي. يبقى 5 كانت دي، حتى لو فكره شفناها جديده سيكا، بس خلي بالك مش صعبه خالص خالص، بالعكس سهله جدا. بص دي محتاج بس تصلحها عندك، دي مش 4 دي 6، الترقيم بس غلط في البوكلت عند حضرتك. The figure shows a synoloid with length L. ماشي، عندي ده كده length السينيلويد and number of turns كده، ده السينيلويد. طيب والاي اللي ماشيه في السينيلويد اسمها اي. حلو. At the center of the synoloid a circular coil was placed. الراديوس بتاعه كده ايه ده؟ يعني ده الار، ده الراديوس. a number of turns n. والكرنت بتاعت الكويل اهي ب 0.5 I. The following changes were made. عندي شوية changes. حلو. Which of the above changes lead to obtain zero net magnetic flux density؟ يعني ايه؟ معنى ان هو عايز زيرو يعني عايز ان بيه الكويل وبيه السينيلويد يبقوا قد بعض. طب تعالى نجيب دي بقى.
لوحدها ودي لوحدها. وعشان الفيلد تطلع لي توتال بزيرو لازم يبقى ده قد ده عشان يكنسلوا بعض. طيب وممكن نجيب الدايركشن، ممكن نجيب الدايركشن عادي جدا. بص اهو، حتى اللي هيأكد لي الدايركشن اهو. فكده النورث وكده الساوث، يبقى بي السينيلويد بالمنظر ده، والتاني كده. فلو رسمت تانجنت للحته دي كده اهي، الحته دي كده، هيبقى بي كويل عكسه، فالاتنين هعملهم ماينس بعض. طيب تعالى نحسب بي كويل. قال لي يا مستر ميو الان بتاعت الكويل ان، الاي بتاعت الكويل نص اي على 2 ار. الراديوس بتاعي بكام؟ 2 تايمز هاف ال، هو ده الراديوس بتاعي. فقال لي ساعتها يطلع لي ميو، استنى ارمي الهاف بره لان ال2 والهاف راحوا مع بعض، ميو اي ان اي على ال بالمنظر ده. طيب بالسينيلويد ميو ان اي اوفر ال اس، بس عوضت هي الحاجه اهي. طيب ده ركز بقى معايا قوي، ده عشان اخليه زي السينيلويد لازم اعمل فيه ايه؟ ده الكويل عشان يبقى زي السينيلويد لازم ازوده الدبل. ما هو ده يا حبيب قلبي بنص وده بواحد. طب وعشان اخلي السينيلويد زي الكويل لازم اقلل ده للنص. ما هو يا ده يا ده، يا هعمل كده يا هعمل كده. لو قللت ده للنص فساعتها ده هيبقى قد ده. طب لو زودت ده للدبل ده هيبقى قد ده. طب بالراحه بقى، reducing the length of the senoid to half، لو قللت ده للنص يبقى ده يزيد الدبل، السينيلويد البي تزيد الدبل. لا انا مش عايز كده، انا عايز البي تقل للنص. reducing the diameter of the circular coil by half، هتقلل الدايمتر النص، الكويل هيحصل له ايه؟ هيزيد الدبل. يبقى ده ينفع، انا ممكن ازود الكويل الدبل فهو هيبقى قد السينيلويد. ده اوبشن. الاوبشن الثاني increasing the intensity passing through the senoid to twice، هتزود ده الدبل يبقى ده يزيد الدبل. لا احنا ده المفروض يعمل ايه؟ يقل النص، يبقى تريبل اي غلط. 4 increasing the intensity of the current passing through the circular loop to twice its original length. استنى كده، ازود الانتنستي اللي في اللوب للدبل فالبي يزيد الدبل. تنفع، فتبقى دبل اي و4، تبقى اجابتي اجابه دي. ده كان سؤال 6 فطلعت دي. تعال ندخل مع بعض على question 7. In the shown figure a wire XY ماله of length L and uniform cross section is connected to a battery of electromotive force VB of negligible internal resistance and placed in a uniform magnetic field perpendicular out of the page. طيب with a flux density B. حلو، فطلعت فورس F. طب فكرني الفورس دي كانت تتفك ايه؟ قال لي بال B I L وبليس the perpendicular يبقى sin 90. طيب ماذا بعد؟ if the wire has been drawn ده راجل قذر. ليه؟ بص السؤال ده فكرته ايه؟ درون دي تشابتر 1. مستر عمر قال لي درون يعني ساعتها انا مطيته، يعني الريزيستنس تعتمد على اللينث باور 2. طيب اللينث ال 2 ال يعني كان ال بقى 2 ال. حضرتك من قبل ما تكمل السؤال يعني الريزيستنس لو كان ار مش هيعتمد على ال باور 2 يبقى بقى 4 ار. ليه؟ عشان قال لي has been drawn. طيب عايز ايه بقى؟ and plays entirely in the same field، في نفس الفيلد، يعني البي ثابته. فساعتها بيقول لك المagnetic فورس هيحصل لها ايه؟ طيب هو معنى ان الريزيستنس زادت 4 يبقى الاي حصل لها ايه؟ قلت الربع. خلصت. هو مش الاي هتقل الربع واللينث عندي بيزيد الدبل، يبقى دي هتقل الربع وتزيد الدبل. 2 على 4 يعني كام؟ نص. ليه؟ لان الاي بتاعتي هتقل الربع واللينث هيزيد الدبل.
فهي دي فكرة السؤال. يبقى أنا تاني الفكرة كانت في إيه؟ إن أنا قال لي has been drawn يعني مطيته، يعني اللينث هيبقى 2L فالريزيستنس هتبقى 4R. ليه؟ عشان قال لي has been drawn، فالآي تبقى ربع آي، فيبقى الآي قلت الربع واللينث زادت دبل، يبقى ساعتها الفورس قلت النص. إجابتي إجابة إيه؟ ده كان 7. طيب 8 يلا بينا. The figure shows 3 parallel long straight wires X, Y, Z, one plane. If wire Z is moved a distance half D. طيب towards عايز ايه؟ المagnetic force حصل لها ايه per unit length. السؤال ده طويل شوية، هنقسمه 2 cases، case 1 و case 2. بص هي في طريقة سهلة كده ومن خطوة نحلها، وفي طريقة تانية اللي هحل بيها دلوقتي. الطريقة اللي من خطوة واحلها هتبقى معتمدة على نباهتك شوية، بس انا هتعامل معاك ان انت ايه، واحدة واحدة، مش غبي والله، مش فكرة ان انا بتعامل انك غبي يعني، بس هتعامل انك لازم تبقى نبيه. فخلينا نتعامل بالطريقة دي وبعدها ايه نبقى نشوف فكرة النباهة. طيب بص يا حبيب قلبي، دلوقتي بالراحة خالص، هو عايز الفورس عند واي، تعال نجيبها بيفور وافتر ونشوف حصل لها ايه. طيب الفيلد هنا يلا in out in out in out. تعال ايه يا مستر؟ والله يا مستر الفورس ما بين واي واكس in واوت، يبقى واي المفروض يتشد كده ادي F1، والفورس ما بين واي وزد in واوت برضو، فالمفروض الواير واي يتشد كده، يعني في فورس بتشده كده وفورس بتشده كده، يبقى الفورس المفروض بالايه؟ بالماينس. يبقى هقول الفورس على واي هتبقى عبارة عن F1 minus F2. بيزك ولا ادفانسد؟ بيزك متقلقش. فالبيزك ساعتها هنفك الفورس ازاي؟ قال يا مستر بقول ميو اي 1 اي 2 على 2 باي دي، طبعا في الايه؟ في ال. طيب فتعالى فورس 1، فورس 1 دي اللي هي ما بين واير مين وواير مين؟ قال لي واير اكس وواي، فساعتها هقول ايه؟ يلا بينا، ميو الاي الاولانيه اي، الاي اللي في السلك التاني اي، على 2 باي دي، الديستنس بتاعتي اسمها دي يبقى سبتها زي ما هي في ال ماينس الفورس التانية ما بين واي وزد، يلا ميو اي 1 اي 2 اي، الاي هنا باي واي برضه، على 2 باي، خلي بالك الديستنس بايه بقى؟ 2 دي في ال. طيب جميل قوي، ركز بقى معايا. خدت الميو على 2 باي كومن فاكتور على 2 باي دي، يتبقى لحضرتك جوه ايه؟ اي تايمز اي سكويرد. اللينث كده كده قال لك بير يونت لينث، يبقى اللينث ب 1 ماينس اي سكويرد برضو، بس هيتبقى هنا ايه؟ 2، فساعتها هيطلع لي هنا نص ميو اي سكويرد، 1 ماينس نص بنص على 2 باي دي. ده كده الحالة الأولى. طبق انت بقى الحالة التانية لوحدك، هل هتفضل ماينس ولا هتبقى بلس؟ لا هتفضل ماينس. ليه؟ ما غيرتش انا الدايركشن، انا خليت دي بدل ما هي 2 دي هتبقى كام؟ هتبقى 1.5 دي، هقرب واير زد بس كده. فساعتها هقول يبقى اف واي داش في الحالة التانية هي اف 1 برضو ماينس اف 2. حبيب قلبي نفس اللي طبقته هنا هطبقه هنا تاني، فساعتها هقول ميو اي 1 اي 2. طيب اف 1 هل هتتغير؟ لا هتفضل زي ما هي، فهتبقى ميو اي في اي على 2 باي دي في ال قلنا ال كده كده بكام؟ ب 1 ماينس ميو اي في اي برضو، بس مين بقى اللي اتغير؟ الديستنس دي، هنا كانت 2 دي بقت 2 باي في 1.5 دي، والال ب 1.
عملت ايه بقى يا مستر؟ هقول لك عملت ايه. خدت كومن فاكتور تاني، ميو اي، سوري خليها ميو على 2 باي دي، ميو على 2 باي دي، يتبقى لحضرتك جوه اي سكويرد ماينس اي سكويرد على كام بقى؟ 1.5. يعني اكتب على الكالكوليتر كده 1 ماينس 1 على 1.5، 1 على 1.5 اللي هي 2 على 3 يعني. فطلع لك في الاخر ميو اي سكويرد، لما عملت الاتنين ماينس بعض طلع لك كام؟ 1 على 3. طيب انت كنت نص، بقيت 1 على 3، يبقى حصل لك ايه؟ قال لي decreases. فساعتها اختارها بي. طيب الطريقه بقى كده اهو، قال لي مستر مش دي كده كده هتفضل كونستنت؟ ايوه. انا لما قللت الديستانس يبقى الفورس زادت بالماينس، يبقى التوتال حصل له ايه؟ قل. ممكن اقولها بالطريقه دي الطريقه الايه؟ سرعه البديهه. بس طبعا هي كانت نص، بقت 1 على 3، فالنص اكبر من 1 على 3 يبقى decreases. سؤال فكرته حلوه وجميله فاخترناها بي، ورحنا اخترناها في البابل شيت بي. 9 خدناها مع بعض في الريفيجن وخدناها كتير قوي وفكره مش جديده خالص. تعال نشوف بتقول ايه. A straight wire of length I، حلو، carries an electric current، ماشي سوري length L، دي المفروض L، ماشي، carries an electric current I when it's reshaped in a circular loop and the same current passes through it. طيب قال لي a circular loop، عارف يعني ايه a circular loop يا حبيبي؟ يعني ال n بكام؟ ب1. عايز المagnetic dipole. طيب فكرني كده، المagnetic dipole كان عبارة عن ايه؟ فاكر؟ كان عبارة عن يان I في ال A في ال N. طيب ال N احنا قلنا مع بعض بكام؟ ب1. فالمفروض الاقي I في A. الإجابات ما فيهاش I في A. أيوه، لأن أنت هتحتاج تفك إيه؟ الأريا لباي R سكويرد. طيب برضو يا مستر مفيش I باي R سكويرد. تعال، ما هو كان في رول بيقول لك إن النمبر اوف تيرنز عبارة عن إيه؟ طول السلك على باي 2 باي R. طيب ال N يا باشا بكام أصلا؟ ب1. يبقى ده معناها لو عايز الراديوس لوحده هتطلع الراديوس فوق، هو عبارة عن لينث الواير على 2 باي. هي دي التريك. بس كده، بس كده، انك تفتكر القانون ده اللي هيميزك، ده اللي هيخليك تعرف تحل السؤال. فساعتها تقول لي يبقى يا مستر اي في باي في الار سكويرد. الار سكويرد بكام؟ قال لي ده اعمله باور 2، فتبقى ال باور 2 على 4 باي باور 2. ما انا عملت ال 2 باور 2 بقت 4. استنى كده، الباور 2 من هنا راحت مع الباي، يبقى اي تايمز ال سكويرد على 4 باي. ادور على الاجابه دي، اي في ال سكويرد على 4 باي، يبقى اجابتي اجابه سي. السؤال ده شفنا فكرته في كتاب الالكتريسي وحليناها قبل كده هي بالملي. تعال نشوف بقى question 10، فما كانتش فكره جديده علينا. question 10 فكرته حلوه برضو، مش جديده، لذيذ مش صعب، ادي نفسك فرصه كده تفكر فيه وتعالى نشتغلوا مع بعض. بيقول لي عندي جالفانوميتر الريزيستنس بتاعته ار جي، حطيت له مالتبلاير، قيمه المالتبلاير 4 من ريزيستنس الجالفانوميتر، يعني 4 ار جي بالمنظر ده. طيب ماذا بعد؟ عايز في اكس على في واي. انت عارف لو انت طالب ما بتبصمكش و مصحصح ومفتح دماغك، السؤال ده انا ممكن احله بتشابتر 1 في خطوه، وانا هعمل كده دلوقتي، وممكن احله بتشابتر 2. طيب شابتر 2 هيقول لك ايه؟ في جي على في ايكوالز ار جي على ار جي بلس ار ام. مش ده اللي شابتر 2 بيقوله؟ فهبدا اشتغل على كل واحده واجيب في اكس كام في جي واخدها ريشيو، او اشتغل بطريقه شابتر 1. هو انا لو عايز اجيب فولت الحته دي كلها بعمل ايه؟ اي في الار توتال. الار توتال اللي هي ريزيستنس الجالفانوميتر بلس ار ام، وار ام نص ار ام،
والار ام الواحده 4 ار جي، فلو هاخد نصها تبقى 2 ار جي. طيب على اي جي في ار جي بلس برضو ار ام وار ام الواحده باربعه، 4 و4 يبقوا 8، يبقى 8 ار جي. كده انا حليتها بطريقه شابتر 1 صرف، ومش غلط، بالعكس دي هتبقى تحفه. ليه؟ اي جي راحت مع الاي جي، ار جي و2 ار جي 3 ار جي على 8 و1 9 ار جي. 3 على 9 يا باشا تطلع لك الار جي راحت مع الار جي 1 على 3. 1 على 3 اللي هي اجابتي اجابه بي. فانا اخترتها بي هنا واخترتها بي بالمنظر ده. طيب ده كان سؤال 10. سؤال 11 مفيش فيجر عندك في السؤال، فاحنا هنرسمه مع بعض دلوقتي ونشوف ايه الفكره. الموديل نفسه اللي نازل من الوزاره هتلاقيه مفيش فيه فيجر، فدي كانت غلطه. طيب ده الفيجر المفروض اللي يبقى عند حضرتك. دي كانت اكس 501 اي جي، ودي تقريبا كانت ار ودي ار. ثانية واحدة كده. دي ار ودي ار. واحدة واحدة بقى. بيقول لي عندي ار جي اللي هي 300 ار، دي الار جي سوري، دي 300 ار. its pointer deflects to the end of the scale. هي كده بقى الرسمة اللي عند حضرتك. طيب عايز ايه بقى؟ when it's connected to a shunt resistance R، لما حطينا shunt resistance R to convert it into a meter الماكسيمم current كده the device is damaged. لما حطيت resistance دي مع الشنط بس الجهاز ده اتحرق، فاضطريت ازود X. X دي هتبقى كام R؟ حبيب قلبي السؤال ده هيتحل في خطوة. ليه يا مستر؟ لان يا مستر مين ثابت هنا؟ الفولت. فمعنى ان الفولت ثابت، تعالى بقى بالراحه. الفي يا مستر كونستنت. ليه؟ عشان هما ايه؟ باراليل. يلا بينا. هنا هيدخل ايه؟ مش هنا الجلفانوميتر هيدخل له اي جي، فلو هنا هيدخل اي جي من اصل 501 هيدخل هنا ايه؟ 500 اي جي. طب ليه يا مستر هنا هيدخل اي جي؟ ما هو الجلفانوميتر بيدخل له اي جي، فانا لو التوتال عندي 600 اي جي يبقى هيدخل فوق 509، هيدخل تحت 599 وفوق 1 اي جي. فساعتها هقول يبقى الاي جي الفولت بقى في التوتال ار اللي هي 300 ار بلس الاكس عباره عن 500 اي جي في الار. استنى قول لي الاي جي راحت مع الاي جي، therefore هات الاكس لوحدها كده بقى يا باشا، ال 500 ماينس 300 يطلع لك 200 ار، فيبقى اجابته سي. كانش سؤال صعب خالص خالص. اوعى تقول لي صعب، بالعكس ده سهل وجميل، معتمد على فكره واحده قلتها لك وهتلاقيها في فيديو كمان الشرح ل 14 ساعه. تمام. سؤال 12 فكره عدناها 6000 مره، لت كتير بس السؤال هيتحل بخطوه. بيقول لي دلوقتي الالكتريك كارنت اللي ماشيه في الكويل ب 2 اي. حلو. passes the generated field at the center of the ring M and the flux كده. طيب two wires 1 and 2 are placed tangent to the ring and in the same plane as shown. ماليش نفس الدايركشن، هو راسم لي واحد داون والتاني معرفش. and the electric current passes through each of them. In order for the resultant magnetic flux density due to the three currents to remain equal B. هو مين البي دي؟ قال لي هو سمى بي الكويل بي، فعشان البي توتال تبقى قد بي كويل من الاخر، تبقى بي كويل بس، محتاج ان ام دي تبقى ايه؟ نيوترال بوينت بالنسبه للاتنين وايرز.
هي عشان تبقى نيوترال بوينت افتكر معايا لازم الدايركشن بتاع الاتنين كارنتس يبقى ايه؟ سيم دايركشن، يبقى داون كده كده، ولازم يبقوا ايه؟ قد بعض، عشان يطلع لي فيلد من الواير ده قد الفيلد من الواير ده، عكس بعض قد بعض يكنسلوا بعض. فساعتها تبقى اجابتي اجابه بي. انا عرفت منين؟ لانه عايز بي توتال، يبقى بي كويل بس، يعني عايز الوايرين يحصل لهم ايه؟ يطيروا مع بعض. فساعتها هختار اجابه بي، وبي هنا مش صعبه خالص. طيب 13 ها. A student carries out an experiment. student عمل experiment فجاب سينيلويد وجاب ماجنت اكس. فماجنت اكس ده هو بدأ يقربه. ماشي، يعني الستودنت ده جاب ماجنت اسمه اكس فبدأ يقربه، ماليش مين النورث ومين الساوث، وقال لي الفيلد ساعتها كانت بي والفيلوسيتي في، فهنا الفيلد بتاعتنا كانت بي والفيلوسيتي في. طيب حلو. ماجنت واي، ماشي، عملت الاكسبيرمنت تاني بنفس السينيلويد بس المرة دي مع مين؟ مع ماجنت واي. جبت ماجنت اسمه واي، حلو. وذا فلكس دنستي 1.5، هي مش 1.5 يا باشا، هي نص بس، دي غلطة مطبعية كده من عندنا، نص بس بي. but it's approaching with velocity 4v، يعني هو كان بيقرب الفيلد اللي كان معرضها هاف بي وكان بيقرب ب 4v. السؤال ده فكرته حلوة وجميلة، شفناها مع بعض والله، بس الكونسبت بس اللي عايز اقوله لك ايه؟ انه هيتكرر تاني في كذا موديل بعد كده، فخلي بالك منه. in which case electromotive force generated is greater. طيب حبيب قلبي قول لي الاي ام اف يا مستر بتتفك نيجاتيف ان دلتا فاي على دلتا تي. احنا دخلنا بقى خلاص في اسئله شابتر 3. طيب فكها اكتر، قال لي يبقى نيجاتيف ان بي اي على دلتا تي، صح؟ نيجاتيف ان، هل انت غيرت في التيرنز؟ لا، فالتيرنز ثابته، الاريا ثابته، انت عمال تلعب في مين ومين؟ البي والدلتا تي. طيب ماشي، فهنا طلع لي بي على تي بس. طيب مستر هنا بقى هيبقى نص بي على التي، احسبها ازاي؟ قال لي يابا هو انت مش الفيلوسيتي عباره عن ديستنس على تايم من كي جي 2 يا باشا؟ الفيلوسيتي عباره عن ايه؟ ديستنس على تايم. فساعتها الفيلوسيتي والتايم مالهم انفرس، فلو الفيلوسيتي بقت 4 يبقى التايم هيبقى ايه؟ الربع. نص على ربع يطلع لحضرتك ايه؟ نص على ربع 2 تقريبا، 0.5 على ربع 2. قال لي يطلع لي 2 بي على تي. فواضح ان هي اكبر في مين؟ اكبر في واي. طيب in case of x is greater، لا. in case of x is greater برضو لا، مش هقرا اصلا. in case of y as the change in magnetic density is greater، صح؟ لا، الاجابه ناقصه. ولو انت كنت اخترتها سي انت وقعت في الفخ. هو بيقول لك ايه؟ قال لي التشينج ان فلكس دنسيتي، يعني البي بس. لا احنا مش البي بس، احنا البي على التايم. يعني ايه البي بقى على التايم؟ الريت اوف تشينج. فدي كده غلط. الريت اوف تشينج اوف الماجنتيك فلكس دنسيتي في واي اكبر، فهي اجابتي دي. يبقى تاني ايه الفرق ما بين سي ودي؟ سي هو بيكلمك على البي بس، دي هو بيكلمك على البي على الدلتا تي، فهي بي على دلتا تي هي اللي اكبر. هنا كانت بي على تي بس، هنا كانت 2 بي على تي، وكانت معتمده على ايه؟ على رول كاتبهولك برضو، خلي بالك عشان ما تقوليش يا مستر ما خدناهوش. اديتهولك، قلت لك ان الفيلوسيتي خلي بالك في اي وقت انت ممكن تفكها ديستنس على تايم، وهتلاقيها كمان برضو موجوده في فيديو الشرح اللي قلت لك عليه. 13 طلعت دي. 14 تعال نشوف مع بعض 14. two metal rods P و Q، حلو، are moved at the same speed، الفيلوسيتي ثابته، ماشي، perpendicularly in the same uniform field، يعني عندهم نفس الفيلد B. the length of rod P is L. طيب يعني P
لو هبدا اكتب بياناته اللينث عنده ال، وكيو اللينث عنده 2L. حلو قوي. if you know that the electric conductivity مين بقى؟ P مالها is greater than conductivity P أكبر من conductivity Q. عايز ايه بقى؟ عايز ال EMF. طب مش هو بيقول لي رودز؟ يعني ال EMF عبارة عن ايه؟ بيلف، صح؟ ساين سيتا، بس هو بيقول لي placed perpendicularly فخلاص يعني ساين 90. طيب البي مستر ثابته، الفيلوسيتي ثابته، فالاي ام اف هتبقى مالها دايركت مع اللينث بس، يعني انا ماليش دعوه بالكوندكتيفيتي. امال الكوندكتيفيتي دي يا مستر كنت ابدا اشوف يعني ابدا استعملها امتى؟ لو كان عايز مثلا الاي انديوست، فساعتها كنا ممكن نستعمل الكوندكتيفيتي، انما انا مش هستعمل الكوندكتيفيتي في حاجه خالص. بالعكس، ده انا هقول ده معناها ان اي ام اف اللي في حاله بي هو 2 كيو هو 2 من الاي ام اف في حاله بي. فتبقى no EMF is generated، اجابه ايه؟ استحاله. The EMF generated between the two terminals of each rod is equal both at the same. لا. Q is twice. Q هي twice P، فتبقى اجابتي اجابه C. يبقى ده كان سؤال 17 طلع C هنا واخترتها C هناك. 15 يلا بينا. 15 فكرته حلوه وجميله، نعمل عليه ستار كده كويسه. Two concentric metal rings at the same plane are exposed to a uniform magnetic field with flux density B. فكان عندي flux density اسمها B. حلو، دي اللي هي ايه؟ الاكسترنال. حلو. and direction perpendicular into the page. جميل. The large ring is connected to two batteries with negligible internal resistance and the same electromotive force and two switches as shown in the figure. Assuming ده رغي كتير. When K1 is closed, the larger ring، الرينج الكبيرة اللي هي البرايمري بالنسبة لي، هتبدأ تعمل induction على السكندري اللي جوه. ما انا عندي 2 رينجز. طيب فهتبدأ تبروديوس a magnetic field with a flux density of 2B and then induced electromotive force EMF. ده لما اقفل K1، يعني انا لما اقفل K1 ايه اللي حصل؟ كان عندي EMF induced وكان عندي field قيمتها 2B. 2B مع اللي فوق تبقى كام؟ تبقى 3B. طيب يا ترى لما اقفل K2 ال EMF induced هيحصل لها ايه؟ طيب هو انا مش عندي 2 كويلز برايمري وسكندري؟ وايه اللي عرفني ده؟ ان هو بيقول لي كويل الكبير هيعمل اندكشن على الصغير، فساعتها هقول ال EMF عباره عن يلا نيجاتيف ام دلتا اي اوفر دلتا تي. حبيب قلبي يا مستر عينيا، الام اتغيرت؟ لا يا مستر كونستنت. الدلتا اي على الدلتا تي اتغيرت؟ لا يا مستر برضو كونستنت. فده معناها ايه بقى؟ خلي بالك من دي، ان الاي ام اف هتفضل برضو ايه؟ كونستنت. على فكره انا الفكره دي نبهت عليها في الشرح كتير جدا، قلت لك لو الام والدلتا اي على الدلتا تي ما اتغيروش الاي ام اف بتاعت حضرتك هتفضل ثابته. امال انت لما تقفل K2 الفكره هتبقى فين؟ في دايركشن الاي، دايركشن الاي هنا، دايركشن الاي هنا، بس الاثنين عندهم نفس قيمه الاي ام اف، بدليل ان انت خلاص احنا قلنا اي ام اف خلاص. البي كانت في الاول بي صح؟ بقت 3 بي، فالتغير بتاعي كان قد ايه؟ نيجاتيف 2. طيب وبي كانت 3 بي. طيب فال2 بي دي هتمسك بقى في الحاله الثانيه هتتعكس صح؟ يعني هي في الحاله الاولانيه لما تقفل K1 كانت هتبقى بي بلس 2 بي، تطلع لحضرتك كام؟ 3 بي. ماشي؟ ماشي. في الحاله بقى الثانيه انت عكست، هتبقى ايه؟ ماينس، هتبقى 2 بي ماينس بي، يعني هتصبح بي، يعني الاختلاف برضو نيجاتيف 2، فالاختلاف هو فانت حضرتك كده تفضل
نفس الانسر بتاعت حضرتك EMF اللي هي اجابه بي. فاخترتها بي يا استاذي الفاضل، ورحت اخترتها في البابل شيت بي. تعالى لسؤال 16. سؤال 16 ده سؤال سهل جدا، عبيط جدا، بيزك جدا. بيقول لك ايه يا باشا؟ بيقول لك دلوقتي السيلف اندكشن هيحصل له ايه لو انت زودت النمبر اوف تيرنز للدبل. طب افتكر معايا السيلف اندكشن كان عباره عن ايه؟ ميو ان سكويرد في الاريا على لينث السينيلويد. انت سبت اللينث والكروس سكشنال اريا كونستانت، وزودت دي الدبل باور 2، يبقى كانها زادت ايه؟ 4. يبقى باشا دي تزيد 4، يبقى اجابتي اجابه ايه. ما كانتش محتاجه اصلا ان حضرتك تقعد وتضيع وقت فيها. تعالى بقى ل 17. يلا بينا 17. بسم الله الرحمن الرحيم. The figure shows a simple induction furnace with an iron core. iron core يا مستر، يبقى ده معناه ان في ايه؟ eddy current. السؤال ده حلو قوي 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 وعجبني جدا جدا جدا، لان هو فيه تركايه خدناها في اول حصه في السنه خالص. افتكرها بقى معايا. طيب what happens to the eddy current when the iron core is replaced with a plastic؟ هو انت لما تحط بلاستيك هنا، هو احنا مش خدنا مع بعض واحنا في جينير 4 وجينير 5 وجينير 6 في ماده جميله اسمها الساينس؟ عندي حاجه اسمها ميتالز وعندي حاجات اسمها نون ميتالز، او جود كوندكتورز اوف الكتريستي وباد كوندكتورز اوف الكتريستي. هو البلاستيك ده جود كوندكتور ولا باد كوندكتور يا حبيب قلبي؟ ده نون ميتال، ده ما بيولدش كهرباء اصلا، ده الكوندكتيفيتي بتاعته بزيرو، ما بيعديش كهرباء. فده معناه ان مفيش اي دي كارنت اصلا، نو اي دي كارنت. اجابتي اجابه ايه. قلنا في اول سيشن خالص، قلنا في حاجات بتولد الكتريستي وحاجات لا، تبقى بديك انترو كده تخليك تحب الماده يعني. 18. in the graph the solid curve ماله shows how the instantaneous induced electromotive force produced by a simple generator changes over time. the dashed curve. طيب عندي كيرف السوليد اللي هو الاسود التقيل، وعندي الداشت كيرف. طيب واضح ان السوليد، تعال نقف عند الماكسيمم. الاي ام اف ماكسيمم بتاعته بكام؟ الاي ام اف ماكسيمم بتاعته ب 10. طب والداشت؟ قال لي يا مستر الاي ام اف ماكسيمم بتاعت الداشت ب 20. فواضح ان انا عملت ايه؟ زودت الاي ام اف للدبل. طيب حلو قوي. بيقول لك بقى after it has been modified، يعني انا غيرت، عملت modification في 2، يعني هي 1 عملت فيها modification بقت 2. what modification was made؟ طيب بالراحه بقى خالص عشان نفهم. هو الاي ام اف ماكسيمم عشان تزيد الدبل، الاي ام اف ماكسيمم كانت تتفك ايه؟ قال لي ان اي بي اوميجا. طيب اقف. لو انا زودت النمبر اوف تيرنز للدبل، الاي ام اف ماكسيمم تزيد الدبل، تنفع. بي تمام، سي برضو تمام. انت بتزود اي حاجه من طول الدبل فالاي ام اف ماكسيمم كده كده هتزيد. طيب مستر يعني الاجابات كلها تنفع؟ لا، ما هي في تركيه بقى انت لازم تاخد بالك منها. يعني كل دول هيزودوا لي الاي ام اف ماكسيمم عادي جدا، عادي. يعني هما لما يزيدوا الدبل الاي ام اف ماكسيمم هتزيد الدبل. لو انت واخد بالك انا كملت في السوليد كيرف اللي هو التقيل ده لفه في تايم قد ايه؟ قال لي ده البيريودك تايم. التايم الاولاني، البيريودك تايم الاولاني ب 0.1 سكند. كملت لفه كامله في تايم اسمه 0.1. طيب واللفه الثانيه والداشت بقى، قال لي البيريودك تايم كملت لفه من الداشت في 0.05 سكند. واضح ان انت عملت ايه في البيريودك تايم؟ مستر انت قللته النص. فانت عايز حاجه تزود لك الاي ام اف ماكسيمم الدبل، الاجابات كلها تنفع. حاجه تقلل لك البيريودك تايم النص، هتستبعد A وB وC، لان دول كده البيريودك تايم فيهم كونستنت. امال مين اللي تنفع؟ دي. تعال نفتكر ليه. لان انت لما هتزود الاوميجا للدبل الاي ام اف ماكسيمم هتزيد الدبل عادي. طب البيريودك تايم هيقل النص ازاي؟ مش الاوميجا دي يا حبيب قلبي كانت تتفك 2 باي اف؟ طيب بلاش 2 باي
الاف مش هي 1 على البيريودك تايم. فانت لو دي زادت الدبل يبقى البيريودك تايم هيحصل له ايه؟ هيقل النص فعلا. فالموديفيكيشن اللي ينفع الوحيد دي. ليه؟ عشان البيريودك تايم مختلف. لو كان البيريودك تايم ثابت كلهم كانوا ينفعوا عادي. تمام. طيب فاخترتها دي. 19 يلا بينا. بسم الله توكلنا على الله. The electric motor is connected to a battery with electromotive force كده، وبيقول لك محطوط ما بين two poles of magnet على شكل U-shaped. Induced electromotive force بيقول لك which of the following is correct. طيب هو احنا الموتور مش كانت عبارة عن VB minus EMF على الار؟ طيب واحدة واحدة تعال نقرا الإجابات. At the moment the switch is closed. واضح ان هو كلهم السويتش is closed. جميل. The backward induced EMF and the current are very large. هو ده لو كبير الكرنت هيبقى large استحالة. طيب backward are zero. هو ده لو زيرو ده لازم يبقى زيرو استحالة برضه. طيب استنى بقى كده. backward induced EMF force is zero. هي دي لو زيرو بدل ما الفي بي بيتشال منها حاجة بتاخد الفي بي كاملة. الاي هتبقى very large. إجابة سي صح وهي إجابتنا. طب دي هو الاي بتبقى بزيرو. هو انت اول لما تقفل السويتش الاي هتبقى بزيرو ازاي اذا كان الموتور بيبدا يلف؟ فتبقى الاجابه اللي تنفع اجابه سي. فكره حلوه برضو اخترناها سي. طيب تعالى ندخل مع بعض على 20. يلا بينا بسم الله. The circuit shown represents RL circuit. حلو ماشي. يعني ريزيستنس وكويل. عملت ايه؟ بدأت تخلي الفريكونسي يزيد الدبل. الانجل حصل لها ايه؟ طيب احنا مش كنا بنقول تان سيتا؟ في الحالة دي هي عبارة عن XL على R. لما انت تغير في الفريكونسي هل الريزيستنس تتغير؟ لا كونستنت. فساعتها ال XL لا مستر دي تعتمد على 2 باي FL. فساعتها ركز بقى معايا. الفريكونسي لو زاد يبقى الاكس ال يزيد يبقى السيتا بتاعت حضرتك تزيد يبقى increases. تبقى اجابتي اجابه ايه؟ عادي. كان سؤال جميل لذيذ من خطوه واحده وصلنا لسؤال 20 الحمد لله. تعالى ندخل مع بعض على 21. حلو قوي 21 ده عايز واحد لماح اهي لماح. بيقول لك the figure is an electric circuit. the figure is an electric circuit with a pure inductive coil. الاندكتيف reactance كده يعني عندي كويل عنده الاكس ال بكام؟ ب 400 وكاباسيتور الاكس سي بتاعته ب 400 وريزيستنس ب 300. طيب and a lamp with a resistance of 300 ohm in order to elimination يفضل زي ما هو. عشان إضاءة اللمبة دي تفضل زي ما اللمبة دي تفضل زي ما هي تقفل أنهي سويتشات؟ طيب هل أنت لمح كفاية ولا لسه ما خدتش بالك؟ شكلك لسه ما خدتش بالك. بص كده الاكس ال والاكس سي مالهم؟ الاكس ال يا باشا قد الاكس سي يبقى انا في حاله ايه؟ ريزونانس. فده معناه ان الزد الغلاسه بتاعت السيركت كلها هي الريزيستنس بس. فانا عايز اعمل ايه؟ عشان الاي الاضاءه بتاعت اللمبه تفضل كونستنت يبقى لازم اخلي الزد ايه؟ كونستنت برضو. فعشان اخلي الزد كونستنت اخليها قد الار بس. مش انا لو قفلت K2 وK3 فدول هيبقوا ديد فتبقى الزد قد الار بس. هو ده اللي انا كنت عايزه. لا تاني يا مستر. مش انا اكس ال قد الاكس سي فالزد بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ عن الريزيستنس بس لان الاثنين هيبقوا ماينس بعض بزيرو. فانا عايز اخلي الاضاءه از ات از يعني عايز اخلي الاي كونستنت يبقى لازم اخلي الزد ايه؟ كونستنت. عشان اخلي الزد كونستنت اقفل السويتش ده والسويتش ده عشان دول يبقوا ديد لان هم اصلا وهم موجودين يعتبروا ما لهمش لازمه. فساعتها هتبقى سويتش K2 وK3. تبقى اجابتي اجابه دي واختارها دي. 22
يلا بينا. 22 سؤال من شابتر 4. بص بيقول لك ايه بقى. The graph shows that in an LC circuit there is an exchange of energy stored in a charged capacitor. مش احنا قلنا مع بعض في حالة ما بحط الكاباسيتور مع الكويل بيحصل exchanging ما بين الانرجيز؟ حلو. هو بيقول لك بقى الجراف ده بيوضح كده. والبريودك بالتايم بتاعك تي. طيب في اي represents the energy stored في الكاباسيتور. الفي اي باديه ماكسيمم. فاحنا اتفقنا مع بعض لو فاكر رسمتنا كان بيبقى عندنا كاباسيتور بالمنظر ده وكويل اهو، والاتنين بيقعدوا يبدلوا مع بعض. فده لو بوزيتيف 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 نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف، فساعتها الكيو بتبقى ماكسيمم. الباشا ده مشحون، بس الاي اللي ماشيه بكام؟ بزيرو. مفيش اي ماشيه في السيركت. بعد ربع لفه ايه اللي بيحصل؟ الموضوع بيتغير. بيبقى عندي الكويل داخل له الكيو هنا هتبقى زيرو. الباشا ده فاضى خلاص بعد ربع لفه. وركز معايا، الاي هنا ماكسيمم، فالفيلد هنا ماكسيمم. ببدأ يا باشا اغير من الكتريك انرجي لمagnetic انرجي. طيب ماشي. What is the time at which the energy is completely stored in a form of an electric field؟ يعني ايه قصده؟ يعني قصده ان هي رجعت على هيئة electric field، على هيئة كهرباء. طيب ما هو مستر يعني ده معناه ان الكاباستر يعني مشحون، يعني قصده الكاباستر مشحون. طب ما انا الكاباستر بيتشحن امتى؟ في الربع لفه اللي بعدها. بس بيتشحن ايه؟ العكس. يعني قد ايه كده؟ يعني بعد نص لفه. قال لي يعني ايه بيتشحن العكس يا مستر؟ يعني بيحصل ان الكويل اهو بالمنظر ده وادي الكاباسيتور، بس لو دي كانت البوزيتيف ودي النيجاتيف هتعكس يا باشا. دي اللي هتبقى بوزيتيف ودي اللي هتبقى نيجاتيف، وهتبقى الاي اللي ماشيه بكام؟ بزيرو. وهتبقى الكيو عند حضرتك مالها؟ ماكسيمم. فواضح ان الكاباسيتور بيتشحن كل قد ايه؟ كل نص لفه. يعني بعد ما بتعدي نص لفه او تعدي لفه كامله او تعدي 1.5 لفه او لفتين. طيب دور على حاجه من دول. قال لي يا مستر اهي بي 3/2 دي اللي هي 1.5 لفه. كل نص لفه الكاباسيتور بيشحن نفسه. لو كان في نص تي كانت تبقى صح. تمام. طيب هي دي الفكره. خلي بالك السؤال ده وفكره السؤال ده متكرره لما الواحد بص طهق منها، فخلي بالك باذن الله بنسبه كبيره قوي هتيجي، فانت لازم تبقى فاهمها وعارفها. السؤال ده كان عليه اختلاف كبير، بس بصراحه احنا كده كده لو كان جالنا من زمان كنا هنحله بنفس الطريقه. انا بعد الاختلافات دي كلها انا ستيل مقتنع بوجهه نظري من الاول. تمام. لان ده اللي احنا اخدناه وده اللي اتعلمناه في منهجنا، ده اللي اخدناه في المنهج. في ناس تانية بدات تعمل حاجات ادفانسد كده يعني مالهاش علاقه بالسؤال خالص. The figure shows a photoelectric cell when a monochromatic light of frequency lambda mu. طيب and intensity I falls on a metal surface. The microammeter pointer المايكرواميتر deflects at an angle theta when the incident is replaced with another of 2 mu. يعني هو كان frequency بقى 2 frequency. طيب الاي فضلت زي ما هي، يعني الاي كانت هنا اي فضلت زي ما هي اي. يبقى باشا therefore الديفليكشن هيفضل زي ما هو ريمين سيتا. لان لو تفتكر احنا كنا خدناها مع بعض وبرده موجوده في الفيديو اللي قلت لحضرتك عليه. انت عندك حالتين لما تكسر البارير، طبعا لما الفريكونسي بتبقى اكبر من او تساوي الكريتيكال. فلو انت هتزود، ركز معايا، الفريكونسي ايه اللي هينتج ان انت تزود الفريكونسي؟ therefore الانرجي هتزيد. فكاينيتيك انرجي الالكترونز اللي خارجه، طاقه الالكترونز تزيد. بس هل عددهم يتغير؟ لا، اي الكرنت ثابته كونست. انما الناحيه الثانيه ركز معايا،
لو انت زودت عدد ال لو انت زودت في اضاءة الحاجة اللي نازلة، يعني زودت في الاي فوتو كارنت، سوري الاي كارنت، الاي اللي نازلة، فساعتها therefore استنى بقى ركز معايا، هل الانرجي او الكاينيتيك انرجي تتأثر؟ قال لي الانرجي والكاينيتيك انرجي الاتنين يا باشا طاقة الالكترون اللي طالع ايه؟ كونستنت. انما عدد الالكترونز الاي كارنت اللي خارجه، عدد الالكترونز هيزيد، ما انت زودت عدد الفوتونز اللي نازله. فساعتها دي كانت فكرتنا، فتبقى ريمينز الثيتا زي ما هي، تبقى اجابتي اجابه سي. دخلنا مع بعض على سؤال 24، تعال نشوف بيقول ايه. تعال بقى نشوف مع بعض question 24. بيقول لك two rays، ماشي، from two monochromatic light sources X و Y which of equal force F. يعني الفورسز بتاعت الفورس التاني قد الفورس الاولاني، سوري، قد الفورس التاني. طيب if the wavelength of X is less than wavelength Y، wavelength X اقل من wavelength Y. حلو قوي. عايز ايه؟ عايز الباور، عايز الفاي ال. طيب بالراحه، تعالى كده واحده واحده. بص يا حبيب قلبي، احنا الفورس لما كنا بنفكها بدلالة الباور كنا بنقول ايه؟ 2 over c في الباور، صح؟ طيب انا عايز اقول لك معلومة، الباور يا باشا زي بعض. ليه؟ مش الفورسز قد بعض والتو كده كده هي والسي مش بتتغير؟ الباور مش هيتغير، الباور كونستنت، يعني مفيش حد عنده باور اكبر من التاني، الاتنين عندهم نفس الباور. فايه غلط؟ لان هو بيقول لك اسمه ايه ده؟ the power of the beam emitted from source X and the power of the beam from source Y is greater than 1. لا. واللي بعدها برضو غلط، عشان هي بيقول لك ده لا، بيقول لك the power of the beam emitted from source X، دي كده غلط، is less than 1. دي يا جماعة السنتنس دي مكتوبة غلط، خلي بالك السنتنس دي مكتوبة غلط. طيب ركز معايا. طب الفورس كانت بتتفك برضو 2 اتش على لندا في الفاي ال، صح؟ طيب انت بتقول لي يا مستر ان الفورس ثابته والتو ثابته والاتش ثابته كده كده، يبقى ده معناها ودي اللندا هناك ان اللندا دايركت مع مين؟ مع الفاي ال. يعني لندا اكس لو اصغر من لندا واي يبقى therefore فاي ال اكس اصغر من فاي ال واي. خلصت. هو عايز ايه بقى؟ the reflection rate of light photons X and the reflection rate of Y photons Y is greater than 1. لا، هي إجابة دي. ليه يا حبيب قلبي؟ ما هو أنت هتقول لي فاي ال إكس على فاي ال واي، الصغير على الكبير يطلع لك إيه؟ less than 1. أهي تبقى إجابتي إجابة دي. يبقى السؤال بتاعنا كان إجابته دي واخترتها دي. تعال ندخل مع بعض على question 25 اللي بعده. بيقول لحضرتك a hot body has wavelength lambda، ماشي، associated with a maximum radiation intensity when its temperature is 6000 Kelvin. The wavelength associated with the maximum radiation is 2000 Kelvin is equal to. طيب بالراحة. wavelength 1 على wavelength 2 هو عبارة عن temperature 2 على temperature 1 Vain's law. طيب wavelength 1 لندا، wavelength 2 عايز أعرف، معرفش، temperature 2 2000 على 6000. طيب الزيروهات راحوا مع بعض، 2 على 6 يعني 1 على 3، يبقى therefore wavelength 2 هي عبارة عن 3 لندا، فتبقى إجابتي إجابة B. فاخترت B. يلا بي هنا وبي في البابل شيت بتاعتنا 26. ها يلا بينا. A, B and C are three energy levels in a given atom where EA أصغر من، بيديني معلومة بيقول لي إن energy A أصغر من B أصغر من C. على فكرة المعلومة دي إحنا عارفينها. طيب if wavelength 1, 2, 3 are the wavelengths of photons emitted. طيب بالراحة بقى، واحدة واحدة. هو الدلتا دي wavelength 3 ودي 2 ودي 1. طيب الدلتا بتاعت دي كبيرة قوي، فويفلنث 3 تبقى أصغر واحدة فيهم. مش دلتا الانرجي بتاعت 3 كبيرة جدا، هي ما بين 2 انرجي ليفلز، فساعتها يبقى ويفلنث 3 أقل واحدة فيهم، يبقى ويفلنث 3
اقل من. طيب بالراحه بقى، احنا اتفقنا مع بعض كل ما بنطلع فوق كل ما دلتا الانرجي بيحصل لها ايه؟ قال لي كل ما بنطلع فوق كل ما دلتا الانرجي اختلاف الانرجي بيقل. يعني بص الاختلاف هنا كبير بعد كده بدأ يقل، فيبقى ده معناها ان ويف لينث 2 مقارنة ب 1. قال لي ده عنده دلتا انرجي كبيرة ده عنده دلتا انرجي صغيرة، يبقى ويف لينث 2 عنده دلتا انرجي كبيرة يبقى اصغر من ويف لينث 1، بس في نفس الوقت هو اكبر من 3، يعني 1 2 3 و1 هو اكبر واحد، يبقى اجابتي اجابة ايه؟ السؤال ده شفنا فكرته قبل كده برضو. 26 ايه اللي بعده؟ 27. ها بيقول لي ايه في 27؟ in an experiment حلو to produce X-ray by a Coolidge tube if the shortest wavelength كده بيكو. ها بيكو دي يا باشا كانت تايمز 10 باور نيجاتيف 12، خلي بالك. this means that استنى كده، قال يا مستر الفريكونسي افتكر معايا، مش احنا كنا بنقول السبيد هي عبارة عن الفريكونسي في اللندا؟ فانت لو عايز الفريكونسي هتبقى عبارة عن الفيلوسيتي على اللندا، الفيلوسيتي اللي هي السي على اللندا يعني. احسب بقى، يبقى تقول لي ساعتها 3 تايمز 10 باور 8 على الويف لينث معايا بكام؟ 66.3 تايمز 10 باور نيجاتيف 12. يلا بينا. قال لي يطلع لي 4.52 صح؟ 4.5 يعني احنا اقرب لل5، فساعتها هنقول 4.5 تايمز 10 باور، استنى كده 18 صح؟ 18 هرتز. هل دي موجودة عندي؟ يعني ممكن اقول approximately 5، لا دي 4 ودي 6 مالهمش علاقة. طيب ده used voltage، فكرني كده، مش احنا كنا بنقول مع بعض ان الويف لينث مينيمم عبارة عن HC على الكاينيتيك انرجي او على الالكترون فولت صح كده؟ طيب therefore عايز الفولتج هيبقى عبارة عن ايه؟ HC على E في الويف لينث مينيمم. احسب يطلع لك كام الفولتج؟ تعال نقرا واحدة واحدة. 6.625 times 10 power negative 34 times 3 times 10 power 8 على ال E 1.6 times 10 power negative 19 times wavelength المينيمم 66.3 times 10 power negative 12، يطلع لحضرتك 118.73 كيلو فولت، لان هو times 10 power 3. 18.735 هي دي اجابتي، اجابة سي. يبقى برضو ما كانش صعب، طلع سي واخترته سي في البابل شيت. تعالى ننقل مع بعض على 28. 28 بيقول لي الآتي: The type of energy used to excite the atoms of the active medium in a liquid dye laser. فاكر؟ كنا بنطلع الليكويد داي ليزر الاكتيف الميديم بتاعي عشان اعمل اكسايت للاتومز في الاكتيف ميديم، كنت بستعمل الانرجي الفورم بتاعها ايه؟ قال لي لايت انرجي. اهي دي حاجه كنا من الحاجات اللي قلناها في الليزر اللي كان لازم تبقى عارف امتى استعمل سوليد ليكويد جاز، بستعمل معاهم ايه الفورمز اوف انرجي. فتعالى بقى نشوف مع بعض 29. Which of the following statements about helium neon laser is incorrect؟ غلط. قال لي an inelastic collision between excited helium atoms and unexcited neon atoms resulting in population inversion. أول إجابة صح مش غلط. طيب the intensity of laser changes with the change in reflection coefficient. أيوة، لما تغير في المرايات اللي عندك أكيد ده عدد الفوتونز اللي طالع هيختلف، فده هيؤدي إن الانتنسيتي تختلف. Spontaneous emission is not necessary for achieving the population inversion. دي بقى اللي غلط، دي الإجابة اللي احنا عايزينها. The purpose of high percentage of helium atom is to increase the efficiency of excitation process. أيوة بالظبط، فتبقى إجابتي إجابة C واخترتها في 29 C. طيب 30 يلا بينا. The following diagram represents the energy level for active medium in helium neon laser that is used to produce a red laser beam. حلو،
استنى بقى كده. اولا خلينا نتفق اتفاق، ايه ده غلط؟ لان الاكسايتيشن بيجي من الجراوند، ماشي، وبيطلع فوق. طيب اكسايتيشن بيجي من الجراوند وبيطلع فوق، ماشي، اكسايتيشن بيجي من الجراوند ويطلع فوق. طيب بيقول لك ايه بقى؟ which of the above diagrams is considered the best for explaining the production قصدي of red laser beam. طيب مبدئيا هل الليزر بيطلع بسبب spontaneous emission؟ لا، فكده استبعدت دي. اللي هنا بيحصل stimulated. هل بقى سي ولا بي؟ احنا مش قلنا الدلتا اي كل ما بطلع لفوق كل ما بتحصل لها ايه؟ بتقل. فتبقى اجابتي اجابه بي هي الصح. يبقى دايجرام بي. دايجرام بي اللي هي اجابتك اجابه بي. تعالى ننقل مع بعض على سؤال 31. يلا بينا. بص يا حبيب قلبي، بيقول لك ايه؟ دخلنا في تشابتر 8. In the figure a direct current battery with an electromotive force of 2 volts and negligible internal resistance is connected to an ideal diode. عارف يعني ideal diode؟ ان الريزيستنس بتاعته بزيرو. whose resistance is zero. ده لسه بقول لك. طيب then the potential difference between the two ends of the resistor R is equal to. حبيب قلبي، هو مش ده الريزيستنس بتاعته بزيرو او يعتبر ايديال؟ فده معناه ان الفولت عنده بكام؟ بزيرو. يبقى البطارية هتتوزع على الريزيستنس بس 2 فولت بس. يبقى 2 فولت، 1 فولت لا، 0 لا، 2 فولت. احنا كده كده دخلنا من ناحية البي يعني، فشغال عادي. 2 فولت because the diode is ideal and connected backward. لا هو مش backward، هو forward. يبقى اجابتي اجابة ايه؟ connected forward، عشان كده انا ببدأ اعدي. فتبقى اجابتي ايه؟ لحد دلوقتي في اسئلة كتير مباشرة يعني، شفنا مع بعض اهو. طيب تعالى بقى 32. ماشي، فيها تريكايه صغيرة بس سهل برضو. الاي سي بتاعت حضرتك كان 10 ملي امبير. حلو، عايز ايه بقى؟ بيقول لحضرتك if 90% of the emitted electrons reached the collector. يعني ايه؟ يعني مش انت بتقول لي الاي emitter هي عبارة عن اي سي بلس اي بي، فانا في 90% وصلوا للاي سي، يعني دي ب90 على 100. فدي اكيد لو 100% وصل لدي 90%، يبقى دي هيتبقى لها كام؟ 10%. اهي خلينا نكتبها percentages. لو دي 100% فدي 90% زي ما هو بيقول، فدي هتبقى 10%. عايز ايه بقى؟ then the emitter current والIB. طيب بالراحة، يعني الاي سي هي عبارة عن 90% من الاي اي. طيب ما دي 10، احولها يا مستر؟ يعني هي بالملي امبير احولها؟ لا سيبها زي ما هي، فتبقى 90 على 100 من اي الاميتر. هات لي اي الاميتر، يلا كريس كروس. يبقى 10 ديفايدد 90 على 100 او ديفايد 0 ايا كان، هيطلع لك 11.11 ملي امبير. 11.1 ملي امبير هي دي اجابتي بي على طول. طب تعالى نتاكد ازاي يا مستر؟ ما هو خلاص انا بقى معايا ال 11.11 هي عباره عن الاي سي اللي هي ب10 بلس الاي بي، ودي الاي بي بالماينس، يطلع لحضرتك كام؟ 1.1 approximately يعني، فتطلع فعلا بي. فنبقى كده اخترناها بي. طيب ده كده كان يعتبر اخر سؤال في الاسئله اللي بدرجه. تعالى بقى نشوف الاسئله اللي بدرجتين. فبدانا مع بعض question 33، دي بدايه الاسئله اللي بدرجتين. طيب بالراحه بقى. In the shown electric circuit the value of the electromotive force VB. عايز ال VB بكام؟ is equal to. طيب واضح كده ان هي ايه؟ كيرشوف. طيب مستر هو مديني نص طالع واتنين ونص، يبقى اكيد داخل كام؟ 3 امبير. بس كده. تعرف ان انا كده خلصت. الاي عند حضرتك كده بكام؟ 3 امبير. ممكن بقى تحط لي البولاريتي بوزيتيف نيجاتيف، نيجاتيف بوزيتيف. الكرنت طالع من هنا، يبقى هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف،
هنا بوزيتيف هنا نيجاتيف. يا ترى لف انهي لوب؟ بص يا مستر، لو لفيت اللوب الشمال عندي ريزيستنس انون. ايوه، ما هو انت عايز ايه؟ عايز الفي بي. طب الف اللوب اليمين، ده اسوأ اختيار ممكن تختاره. لو لفيت اللوب اليمين عندك الريزيستنس انون والفي بي. طب ما تلف اللوب الكبيره، هيبقى عندك ايه؟ الفي بي بس اللي انون. يلا بينا نلف البيج لوب، وتعالى نلفها كده كلوك وايز يعني. فساعتها تبقى نيجاتيف 10. ماشي. في ريزيستنس ب1 تعمل فيها ايه؟ زودها على اللي فوق، خليه دي 4 اوم انترن. طيب فبقت بلس الكرنت بكام اللي ماشيه 2.5 في التوتال ريزيستنس بكام 4. طيب هكمل اللوب الكبير يبقى بلس 8. الاي جبناها احنا بقى بكام؟ ب 3 ماينس في بي، رجعت لنفس المكان ايكوال 0. يلا يا باشا شيفت سولف. يبقى نيجاتيف 10 بلس 2.5 في 4 بلس 8 في 3 ماينس اكس الفا ايكوال 0. شيفت سولف يطلع لحضرتك ان الفي بي بكام؟ ب 24 فولت. 24 فولت يبقى اجابتي اجابه دي. طيب كانش سؤال صعب، بدرجتين اهو، شايف سؤال زي ده بدرجتين. طيب تعال نشوف 34. يلا بينا بسم الله. 34 حلو بس مش صعب برضه. The electric circuit shown in the figure contains several resistors and ammeters, two switches S1 و S2. S1 opened و S2 closed. من المنظر اللي قدامي S1 opened و S2 closed. طيب the ammeter reading was I. المنظر اللي قدامي ده الاميتر كان بيقرا I. لما هقفل S1 وافتح S2. طيب تعالى بالراحه، هنعمل كيس 1 وكيس 2. كيس 1 الحاله الاولانيه بالراحه بقى، واحده واحده. قال يا مستر انا هقفل S1. استنى سوري، كيس 1 هسيب السيركت زي ما هي. فالار داش كانت بكام؟ استنى بالراحه بقى. الفي بي هطلع من هنا، S2 الاي قصدي هطلع من الفي بي من هنا. S2 كان كلوزد و S1 مفتوح، دي كده كده ديد لو S2 كلوزد. ماشي. فبقى عندي ودي كده كده ديد عشان اللي جنبها سويتش كي، بقى عندي 3 ار وار، فبقت 3 ار وار يبقى 4 ار. وساعتها الاميتر كان بيقرا، استنى كده، كان بيقرا الايه؟ الاي توتال مش بتتقسم، اللي هو سماها اي. طيب كيس 2 بقى، ركز معايا بقى في كيس 2. بص بقى حبيب قلبي، انت فتحت ده فدي بقت موجوده لان انت فتحت ده. طيب وقفلت ده فدي ودي بقوا موجودين وار. طيب ار وار 2 ار و3 ار و6 ار 4 ار. طلع ان الار داش بكام؟ ب 4 ار. استنى، معنى ان الار هي يبقى اكيد الاي توتال مالها هي. يعني مستر هيقرا اي. اوعى استنى الخدعه، استنى. الاميتر الاي توتال هنا هتبقى باي برضو. الاميتر هنا بيقرا الاي توتال في الحاله الثانيه؟ لا، بيقرا البرانش. طيب تعالى بقى نقرا الاي برانش. هنقول ايه؟ الاي توتال في الار داش على ار البرانش. الاي توتال بقى اسمها ايه؟ اسمها اي. الار داش 6 ار و3 ار، قلنا 2 ار على الار البرانش اللي انا بتكلم عليه 3. طيب دي راحت مع دي يبقى 2 على 3 اي. فكرة السؤال جميلة، فطلعت اجابتنا اجابة بي وما كانتش صعبة. تمام؟ طيب ندخل على اللي بعده. اجابتي بي هنا وبي في البابل شيت. تعالى ندخل مع بعض على question 35. يلا بينا. بيقول ايه بقى 35؟ تعالى نشوف 35 برضو والله اخدناها في كتاب الالكتريستي. الفكره مبنيه على ايه؟ ان في حته جوه التيوب، جوه السيلندر يعني. طيب figure shows a long straight wire uniform cross sectional radius r. ماشي، الراديوس الحته دي بار. عايز ايه؟ magnetic flux عند P كام من Q. طيب تعالى نجيب المagnetic flux عند P. هو مش ده straight wire؟ فيتفك ميو I على 2 باي دي.
مش نفس السلك، عنده نفس الاي وال2 باي ثابته والميو ثابته، اصبح ان البي والديستنس مالهم انفرس. فلو عايز بي كيو او بي بي، تعال نبدا ببي بي على بي كيو اللي انت عايزه، يعني هتبقى عباره عن ايه؟ ديستنس كيو على ديستنس بي. ترفو يلا بينا. ديستنس من بوينت كيو، ديستنس من بوينت كيو من هنا لهنا، من هنا لهنا اللي هي 3 ار وار وار يبقوا كام؟ 5 ار. يبقى انا هقول بي في حاله بي على البي في حاله كيو ب5 ار على ديستنس في حاله بي، استنى، ديستنس في حاله بي من هنا لحد هنا، يعني اللي هي كام؟ 2 ار. طبعا حبيب هارتي الار راحت مع الار، يبقى therefore 5 على 2 ب 2.5 بي بي، ودي البي كيو هناك ب 2.5 بي كيو. برضه سؤال كان سهل جدا ما فيهوش حاجه وشفنا فكرته والله. فاجابتي طلعت اجابه دي، فاخترتها دي. ده كان 35. هانت يا ريس خلاص، فاضل لنا بعد السؤال ده 10 اسئله. طيب هانت خلاص. 3 long straight wires are parallel to each other on the same plane. And an electric current intensity I passes through each of them. كل واحد فيهم I as shown in the figure. The ratio between I و I و 2I. خلي بالك دي غلطة ممكن منهم بقى، مش بتاع. Magnetic flux densities at point X and Y. الريشيو صح؟ عايز الريشيو. عايز B بالنسبة ل X على B بالنسبة ل Y. صلي على سيدنا رسول الله. بص يا حبيبي، ايه يا مستر؟ قول لي. بص يا غالي، الفيلد هنا ايه؟ ان، هنا اوت، هنا ان اوت، ان اوت. طيب بالراحه بقى، تعال نتكلم بالنسبه لاكس. فالفيلد بالنسبه لاكس، بص، ممكن فيلد الواير تفك ايه؟ ميو اي على 2 باي دي، صح؟ تعال نضرب عصفورين بحجر. مش دي فيلد الواير ولا انا بيتهيأ لي؟ يا مستر هي مظبوطه. ميو اي على 2 باي دي. تعال ناخد الميو على 2 باي كومن فاكتور، فهيتبقى لنا جوه اي على دي، اي على دي، اي على دي. بالراحه بقى خالص، ركز في اللي انا هقوله. ده سميه واير 1، ده واير 2 مثلا يا سيدي، ده واير 3. واير 1 بالنسبه لاكس، الكلام ده بالنسبه لاكس. واير 1 بالنسبه لاكس اوت، واير 2 بالنسبه لاكس ان الدايركشن بتاعه، واير 3 بالنسبه لاكس ان. فاصبح ان الاثنين دول زي بعض هيبقوا بوزيتيف، وده اللي نيجاتيف. يعني ايه؟ يعني ساعتها هقول، ركز بقى معايا، الواير الاولاني اللي هو 2 اي على الديستنس بكام؟ دي. عايز تخليه بالنيجاتيف ماشي، عايز تعمل ماينس الاثنين التانيين برضو ماشي. تعال نخليه هو اللي بالنيجاتيف اللي انت عايزه اهو. نيجاتيف ليه نيجاتيف؟ عشان هو اوت والاثنين التانيين ان. بلس اللي بعده اي على الديستنس لحد اكس كام؟ دي. بلس اللي بعده اي بس الديستنس كلها دي كام؟ 3 دي. ماشي، تبقى اوريها لك بس. اي على 3 دي. فهمت احنا عملنا ايه؟ طيب ميو برضو على 2 باي، بس تعالى نتكلم على واي. بالنسبة لواي، واير 1 2 3. واير 1 بالنسبة لواي اوت، واير 2 بالنسبة لواي اوت، واير 3 بالنسبة لواي ان. عايز تعمل الاثنين الاولانيين بوزيتيف والاخير، المهم ان اللي مختلف عنهم عكسهم. طيب واير 1 تعالى، هو الانتنسيتي اللي ماشيه فيه 2 اي، الديستنس بتاعته لحد واي ايه؟ كل دي 3 دي. بلس واير 2 اي على الديستنس دي
ماينس الاخيره اي على دي. استنى كده حبيب قلبي، اي على دي ماينس اي على دي راحوا مع بعض اصلا. تعالى بقى نحل اللي فوق، يلا بينا بالراحه تاني. خلاص والله احنا كده يعتبر خلصنا. ميو على 2 باي من هنا راحت على ميو 2 باي من هنا. تعالى اللي جوه البراكت بقى، نيجاتيف 2 بلس 1 بلس 1 اوفر 3. نيجاتيف 2 اوفر 3 فوق يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3 اي على دي. ودي خلي بالك نيجاتيف. طب ليه يا مستر نيجاتيف؟ لان احنا فوق خلينا الان بالايه؟ بالبوزيتيف، يبقى اي اوت هيبقى ايه؟ نيجاتيف. ادي نيجاتيف وادي نيجاتيف. طيب يبقى نيجاتيف 2 اوفر 3 اي اوفر دي. الاثنين راحوا مع بعض يطلع لي ريشيو 1 تو 1. احنا حددنا ان الان هيبقى بوزيتيف والعكس هيبقى نيجاتيف، او العكس خلي الاوت هو اللي بوزيتيف والان هو اللي نيجاتيف، مش هتفرق. فتبقى اجابتي اجابه ايه. طيب فاخترتها ايه واخترتها في البابل شيت برضو ايه. تعال ننقل مع بعض على 37. يلا بينا. In the figure a metal rod slides at a speed كده معايا الفيلوسيتي on two frictionless and negligible resistance. الديستنس ب 1 متر. ماشي. distance ما بين الاثنين ب 1 متر. طيب forming a closed loop المagnetic flux كده دي البي. ماشي. ده consumed power. استنى بقى بالراحه كده ثانيه واحده كده بقى يا مستر. اولا الدايركشن اوف الانديوسد كارنت مبدئيا احنا هنستعمل فليمنج ليفت ولا فليمنج رايت؟ قال لي رايت. فتعالى كده نحلها الاول رايت. فساعتها ايدك اليمين اهي، الفيلد ان الفيلوسيتي كده يبقى الاي بتلف كده كده بقى. ده اللي هو ايه كده؟ انت ماشي كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ اكيد انتي كلوك وايز. فهي دي يا دي. طيب عشان اجيب الباور هنا محتاج ايه؟ قال لي مستر عشان اجيب الباور محتاج الاي انديوسد سكويرد تايمز الار. تحفه. محتاج اجيب الاي انديوسد لان انا معايا الريزيستنس. طب ما الاي انديوسد هي عباره عن ايه؟ الاي ام اف على الار. السؤال مش صعب خالص. الاي ام اف بلف الار معايا كيلو يعني تايمز 10 باور 3. البي بكام بعد اذنك؟ 1.5. اللينث ب 1. الفيلوسيتي بكام؟ 2 على 1.2 كيلو يعني تايمز 10 باور 3. احسب 3 على طبعا 3 فوق على 1.2 تايمز 10 باور 3 يطلع لحضرتك 2.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 امبير. تمسك ال 2.5 هنا تايمز 10 باور نيجاتيف 3 امبير وتعملها باور 2 تايمز الريزيستنس بتاعت حضرتك 1.2 تايمز 10 باور 3. احسب كده يبقى انسر باور 2 تايمز 1.2 تايمز 10 باور 3 يطلع لحضرتك 7.5 ملي وات. لان هو طلعت بالظبط 7.5 تايمز 10 باور نيجاتيف 3 وات، يعني اللي هي طبعا لو شلتها تبقى ملي. تبقى اجابتي اجابه سي. 38. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. تفكرني تعبت ولا ايه يا باشا؟ السؤال ده فكرته حلوه قوي 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 بقى. بص بيقول لك ايه؟ a step up. يعني ايه step up يا مستر؟ يعني بعلي الفولت. استنى. a step up يبقى فولت السكندري اكبر من البرايمري وان السكندري اكبر من البرايمري، بس الاي العكس، اي البرايمري هي اللي اكبر من اي السكندري. طيب الترانسفورمر الافشنسي بتاعته 90% and its turns ratio كده. طيب يعني ايه؟ يعني ان السكندري على ان البرايمري، انت مش قلت لي ستيب اب؟ يعني 5-1 بالمنظر ده. if the primary coil. بص بقى هو طالب هنا الكونسيومد باور بتاعت البرايمري على السكندري، فساعتها الافشنسي عباره عن ايه؟ باور السكندري على باور البرايمري. طيب كنت هحلها بالافشنسي، بس الكلام ده لو انا ما عنديش ريزيستنس، بس انا هنا عندي ريزيستنس للبرايمري فالباور كده يختلف، والسكندري عنده ريزيستنس فالباور برضو يختلف. طيب بالراحه بقى، تعال نشتغل على اللي على الجنب. فولت البرايمري على فولت السكندري ماليش دعوه،
انا مستر عمر كان بيقول لي فولت السكندري على فولت البرايمري هو عباره عن الافشنسي في ان السكندري على ان البرايمري. يلا نعوض، يلا بينا. الافشنسي 90 على 100 في ان السكندري على ان البرايمري 5 على 1. احسب. يبقى هعمل 90 على 100 يطلع لحضرتك 9 على 2. اروح اختارها 9 على 2؟ لا، هي مش موجوده اصلا. انا عايز فولت البرايمري على السكندري، العكس. ما تعكسش انت الرول، هتلبس في حيط. طيب يبقى 2 على 9 او 2 على 9. طيب عايز الباور. طب مستر، ما هو انا كان في رول بيقول لي ان السكندري على ان البرايمري ما دام ما فيش فولتات هتبقى انفرس مع الاي بس، مفيش افشنسي. فساعتها استنتجت ان اي البرايمري على اي السكندري هي عباره عن ايه؟ 5 على 1. يلا بينا نجيب الباور بقى. لو كان مفيش ريزيستنس كانت الباور هي الافشنسي، باور السكندري على باور البرايمري هي الافشنسي. فساعتها بص بقى، باور السكندري على باور البرايمري هيبقى عباره عن ايه؟ اي البرايمري سكويرد، سوري احنا بدأنا بالسكندري، خلينا نبدأ بالبرايمري فوق، سوري، وتحت السكندري. فساعتها هقول اي البرايمري سكويرد في الار اي السكندري سكويرد في الار. طبعا ار البرايمري ار السكندري عادي، اي سكويرد في ار يعني. اي بي على اي اس انا جايبها ب5، يبقى 5 على 1 باور 2 تايمز ريزيستنس البرايمري ب 0.2 على ريزيستنس السكندري اللي هي ب 2. احسب. تطلع 5 على 2. في 5 على 2 اللي هي اجابتي اجابه، احنا خلاص قلنا 2 على 9 دي غلط و5 على 2 دي الصح، يبقى دي. فاخترتها اجابه دي. فكانت 38 دي هنا، ودي طبعا في البابل شيت 39. يا مسهل الحال يا رب. اسئله اللي بدرجتين مش تقيله يعني. طيب تعال اي سي دينامو. اصوت؟ لا 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 لا، ده سهل جدا. عندي الان وعندي الاريا، بس استنى يا مستر، بيقول لي each with a cross section. ايوه، ما تعملش تايمز ان، انت كده كده القانون فيه ان اي بي، يعني في ناس هتروح عامله ايه 12 في 12 في 0.8. اوعى تعمل الحركه المتخلفه دي. الانترنال ريزيستنس ب 22 اوم and rotates at an angular velocity كده، يعني دي الاوميجا. طيب والبي اهي is connected to an external resistance كده، دي الار external. ماشي. طب حبيبي في ار انترنال وار اكسترنال، ما تجيب لي الار توتال، ربنا يفتحها في وشك. هتعمل الاتنين بلس بعض عادي جدا يعني. تمام. عايز الافكتيف فاليو اوف كارنت. افكتيف فاليو اوف الكارنت، صلي على النبي في قلبك. الاي افكتيف يا باشا، يبقى انت محتاج اي ام اف ماكسيمم يا ترى؟ لا اكيد افكتيف زيها. بلاش بالله عليك الحاجات دي على الار جاهزه. الاي ام اف افكتيف 1 على روت 2 في الاي ام اف ماكسيم. يلا يا حبيبي اضرب عصفورين بحجر على الريزيستنس ب 100. فك بقى الاي ام اف ماكسيمم، ربنا يفكها في وشك. ان اي بي اوميجا. عرفت ليه بقول لك؟ يلا بينا عوض. الان بكام؟ ب 12. الاريا بكام؟ 0.08 تايمز البي بكام؟ 1000 على 707 تايمز الاوميجا بكام؟ 200. فيطلع لك 271. الرقم اللي هيطلع لك هتضربه في 1 على روت 2 على 100. ربنا هيفتحها في وشك، طلعت 1.92 امبير. الحمد لله. موجوده في الاجابات؟ موجوده الاجابه دي، ما كانش سؤال صعب خالص، طلع دي. ننقل على 40. يلا بينا. هيسالنا في تشابتر 4 ولا يخش في المودرن ولا ايه؟ ده سالنا في تشابتر 4 فعلا. The two figures show electric circuits each containing 3 identical capacitors. ماشي. The effective voltage ب 2V وهنا ماشي. طيب عايز ايه بقى؟ الكرنت intensity
على فكره احنا خدنا السؤال ده زي فكرته بالظبط. I1 على I2 هتبقى عباره عن ايه؟ اي اي في الدنيا عباره عن ايه؟ الفي على الغلاس، يبقى في على اكس سي 1 في على اكس سي 2. صلي على النبي في قلبك بقى بالراحه كده وانت بتشتغل. الفولت ب 2 في، الاكس سي هنا هتفك 1 على 2 باي اف سي، صح؟ طيب بالراحه بقى. واضح ان الفريكونسي في الاتنين ايه؟ ثابت، ففكك من كل حاجه. المره اللي فاتت لما حلينا السؤال ده في استرشادي فات ما كانش الاف ثابت، فانت ساعتها هتعتمد على السي انفرس، يعني على السي. تعال نجيب السي هنا، سي وسي سيريس، اتعامل معاهم معامله الباراليل، يبقى نص سي. نص سي وسي قال يا مستر هيتعامل باراليل، اتعامل معاهم معامله السيريس، يبقى هنا 1.5 سي، صح كده؟ طيب اللي بعده هنا سي وسي باراليل، اتعامل معاهم معامله السيريس، جميل. 2 سي وسي سيريس اتعامل معاهم معامله الباراليل، يبقى 2 على 3 سي، صح؟ 2 تايمز 1 على 2 بلس 1، اكيد 2 على 3. طيب بالراحه بقى، يبقى ساعتها هقول 1 على 2 باي اف في 1.5 سي. كل ده يا باشا ديفايدد، ركز معايا، الفولت في الحاله الثانيه في ديفايدد 1 على 2 باي اف في 2 على 3 سي. بالراحه بقى، هتشيل يا باشا الفي مع الفي، ال2 باي اف مع ال2 باي اف، السي مع السي. نعوض بقى الكالكوليتر واحده واحده. 2 ديفايدد 1 على 1.5، طلع لك الجزء اللي فوق ده ب3 ديفايدد 1 على 1 على 2 على 3، طلع لك في الاخر 2 على 3 على ما اظن. يعني في ايرور ايه؟ 2 على 3، 3 على 2 على 3 يا باشا يطلع لك 9 على 2. ف9 على 2 اللي هي اجابتي، اجابه دي. الحمد لله وصلنا للاجابه بكل سهوله ولذاذه، فتبقى اجابتي دي. ده كان سؤال 40. ننقل مع بعض على 41. طيب واضح ان الاسئله اللي فاضله مش غلسه، تعال نشوف فكرتها. دخلنا على تشابتر 4 برضو، السؤال اللي قبله كان 4 وده برضو 4. بيقول لك انا عندي ار ال سي، يعني عندي ريزيستنس وكويل وكاباستور، والريزيستنس يتمثل في اللمبه. طيب an inductor with negligible ohmic resistance and a capacitor, which of the following statements is true regarding the elimination intensity. طيب لو هتكلم على الانتنسيتي، طيب بالراحه كده، انا السويتشز مقفوله قدامي، صح؟ فواضح ان انا في الحاله اللي عندي الزد قد مين؟ قد الار بس. ليه يا حبيبي؟ هقول لك، لان ده هيعتبر ديد لانه باراليل لسلك سالك، وده ديد. لما اجي بقى بالراحه خالص افتح اس 1 بس، فتحت اس 1 بس، ده بقى تمام، ده بقى ديد. فالزد بقى هتبقى ايه؟ قال لي يا مستر هتبقى عباره عن سكوير روت ار سكويرد بلس اكس ال سكويرد. ماشي، سكوير روت ار سكويرد بلس اكس ال سكويرد. ماشي، ده معناه ان الزد حصل لها ايه كده؟ زادت. يبقى الاي بتاعتي حصل لها ايه بقى؟ قال يا مستر هتبدا تقل، ما هي الاي هتبقى عكس الغلاسه، الغلاسه تزيد الاي تقل، يبقى دي ديكريسز. الناحيه الثانيه يلا بينا، الزد برضو يا مستر كانت عباره عن ار، انت فتحت اس 1 بس، سوري فتحت اس 2 بس، دي دد زي ما هي، دي بقت موجوده لان ده خلاص، فساعتها الزد هتتحول الى
سكوير روت ار سكويرد بلس اكس سي سكويرد. صح كده؟ طيب ده معناه ان الزد برضو حصل لها ايه؟ زادت. فساعتها الاي في الحالة دي مقارنة بالاي في الحالة دي هيحصل لها ايه؟ قال لي يا مستر هتبدأ تقل. يبقى يا مستر decreases. برضو ما كانش سؤال صعب، بس صراحة خلينا صراحة يستاهل درجتين عشان في فكرة حلوة. مدخلك سلك سالك باراليل فتشابتر 1 على ريزيستنس وكويل وكاباستر تشابتر 4 كده يعني. طيب تعال نشوف مع بعض 42. سمي الله كده ندخل على 42. تعال نشوف 42 برضو كان من نصيب شابتر 4. تعال an AC circuit has an inductor وكاباستر دي ار ال سي circuit. واستنى عند البيك بتاعت الاي الاكس ال مالها بتبقى قد الاكس سي. ماشي جميل قوي. بتبقى حالة الريزونانس يعني اف 2 دي الريزونانت. طيب واحدة بقى. using the following graph which of the following statements is true لما هتحرك من F1 ل F2. طيب بالراحة. عند F1 يا حبيب قلبي F2 F3. بص يا باشا عند F2 خلينا صراحة الزد بتبقى قد مين؟ الار عشان في حالة الريزونانس. طب هنا لا الزد بتبقى عبارة عن r سكويرد بلس XL minus XC سكويرد. طيب واحدة بقى. ف the impedance of the circuit decreases. هو أنا لما أتحرك من دي لدي هديكريز اللي أيوه هديكريز لما كنت R سكويرد بلس XL minus XC يبقى كده هزيد هقل سوري R سكويرد بلس حاجة. طيب بالنسبة بقى من هنا لهنا قال يا مستر ما هو الزد هيرجع تاني عند F3 لأن هو مش هيبقى ريزونانت هيبقى نون ريزونانت فهيبقى R سكويرد بلس XL minus XC باور 2. تعال نقرا الإجابات كده بسرعة. فده معناه إن هنا زاد فخلاص إجابتي إجابة إيه؟ تعال نقرا دي. The circuit has ohmic properties at F2 صح؟ Then it becomes capacitive. لأ احنا في الحته دي قلنا الاكس ال بتبقى مالها اكبر من الاكس سي عشان الاكس سي بيبقى الكيرف بتاعه بيقل خالص والاكس ال بيزيد يبقى دي غلط. The total voltage lacks the current at F2. اوعى احنا قلنا عند حاله الريزونانت الفولتج والكرنت بيبقوا الانجل بينهم بزيرو. The impedance increases. لا فهي خلاص اخترناها اجابه ايه فطلعت ايه ورحنا اخترناها في البابل شيت ايه. اخر سؤالين في التشوز 43 و 44. تعال نشوف 43. an electron with mass ME. ماشي. and a proton with mass MP if wavelength of motion of electron wavelength with كده ماشي. so عايز الويفلنث. الاتنين عندهم نفس الكاينيتيك انرجي. خلصت السؤال. مش انا الويفلنث بقول ان هو عبارة عن H على سكوير روت 2 ماس في الكاينيتيك. والله خلصت. مش بيقول لك الكاينيتيك هي وبيقول لك التو كده كده ثابته يبقى therefore الويف لينث مالها انفرس مع روت الام. انت عايز ايه بقى؟ ويف لينث الالكترون. طيب يبقى ويف لينث الالكترون على ويف لينث البروتون هي عباره عن سكوير روت ماس البروتون على ماس الالكترون. يلا بينا. ماس البروتون بكام؟ 1840 ماس الالكترون على ماس الالكترون دي راحت مع دي يبقى therefore wavelength الالكترون عبارة عن سكوير روت 840 في wavelength البروتون. تعالى كده موجودة اهي بي. هو ما عملهاش بس خلاص. خلصت السؤال. طلعت بي هنا وبي هناك. كانش صعب. طيب 44. two crystals one made of germanium. والله السؤال ده حليناه فوق ال6 مرات. الكوندكتيفيتي ماشي. التمبريتشر هيعمل لها ايه؟ هيزود التمبريتشر. فقلنا في حالة السيمي كوندكتور الكوندكتيفيتي هيحصل لها ايه؟ هتزيد. انما في حالة الكبر ده الكبر الكوندكتيفيتي هيحصل لها ايه؟ هتقل.
قلنا لان ده بيبقى ميتال وده سيمي كوندكتور. طيب the conductivity increases while the number of electrons remains constant. لا، الكوندكتيفيتي بتزيد والالكترونز بتزيد، صح، هي بي. طيب the conductivity هتبدا تقل while the number of electrons هيفضل ثابت. احنا قلنا عدد الالكترونز والهولز ده بيزيد في ايه؟ في السيمي كوندكتور، يبقى هي بي فعلا. الفكره دي احنا عدينا عليها مرارا وتكرارا. ندخل مع بعض بقى على الاسئله المقالي. السؤالين في الامتحان ده كانوا من نصيب المودرن. طيب تعال نشوف. In the cathode ray tube what will happen to the brightness of the fluorescent screen when. تعال نتكلم على 1 ونتكلم على 2. The grid negative. الجريد، فاكر الجريد دي كنا بنسميها ايه مع بعض؟ الشوايه، صح؟ مش الجريد دي كان فيه جزء منها نيجاتيف وجزء بوزيتيف؟ فالالكترون بتبدا تيجي تدخل، اللي بتطلع من الالكترون بيم، لو دوست نيجاتيف انا كده ببطئها، صح؟ انا عمال ازود في النيجاتيف بوتنشال، يبقى عمال ابطئها. يبقى ده معناها ان النمبر اوف الكترونز حصل له ايه؟ قال لي decreases. قال لي فده معناها ان عدد الالكترونز اللي هتوصل هتقل، فالبرايتنس بتاعتي عدد الالكترونز قل، فالبرايتنس اوف السكرين هيقل decreases. وده اللي هو كان بيسألك عليه. fluorescent screen brightness، ماشي. طيب تاني حاجة بيقول لك the beam of deflection system and electric magnetic field is damaged. فاكر كان عندي electric plates كده ومagnetic plates مع بعض، كانوا بيعملوا ايه؟ بيوزعوا الالكترون على الشاشة. طب لو البتاع ده باظ، فالالكترون هيبدأ يعمل ايه؟ هيبدأ يفضل يمشي ويروح لنص الشاشة بس. فقال لي therefore bright spot at center of screen. تمام كده بس. فساعتها هقول له therefore bright spot at the center of screen. no deflection. مش هيبقى فيه deflection. no deflection. جميل كده، مش هيبقى فيه اي deflection لان انا السكرين البليتس اللي كانت بتخليني اتوزع على السكرين بايظه اصلا. ده كان question 2. تعال نشوف مع بعض الكويستشن اللي بعده. برضو المفاجأة ان الكويستشن اللي بعده كان تقريبا يعتبر نفس فكرة النموذج اللي فات. تعال نشوف بيقول ايه بقى. 46 in coiled tube for producing X-rays what will happen with the explanation of X-ray penetration when. اختراق الاكس راي هل هيزيد ولا لا؟ يعني نسبة الاختراق بتاعته هتزيد ولا لا؟ increasing the filament current. حبيب قلبي، هو احنا لما كنا بنزود الفيلمنت كارنت increasing الفيلمنت كارنت، الاي بتاعت الفيلمنت، قال لي therefore الاضاءة هتزيد. طيب therefore اضاءة الاكس راي اللي طالع هتزيد، بس هل ده معناه ان هو هيبقى قوي؟ لا. قال لي الويف لينث مينيمم او الويف لينث لاين الاثنين سواء ده او ده، الويف لينث مينيمم او الويف لينث لاين سواء ده او ده هيبقوا ايه يا باشا؟ هيبقوا كونستنت. فالانرجي بتاعتي كونستنت مش هتتغير. فذيرفور نفس الكونسبت اللي سأل فيه الامتحان اللي فات، percentage of البنتريشن، نسبة البنتريشن قال يا مستر constant remains constant. تمام كده؟ ده لو بتكلم في حالة 1. طب increasing the potential difference ما بين الانود والكاثود، لا ده كده يا مستر ركز بقى معايا قوي قوي قوي. لما زود الانود والكاثود مش انت زودت الفولتج، مين اللي يتأثر؟ الويف لينث مينيمم، يبدأ يحصل له ايه؟ يقل. فانت تبدأ تخلي percentage
الخروج بتاع الاكس راي اعلى، لان الويف لينث الرينج بتاعك بدا يكبر. قال لي فذيرفور percentage البنتريشن therefore percentage of البنتريشن increases. لان انت كده لعبت في الايه، في الانرجي. ما هو انت لعبت في الويف لينث يبقى لعبت في الانرجي، انما هنا الويف لينث اصلا كونستنت. شكرا يا حبيب قلبي، والله عارف انك بتتعب معايا وانا بحاول اعمل لك كل اللي اقدر عليه وما اتاخرش عليك في حاجه. تمام؟ طيب كده كده باذن الله برضو هنزل لك امتحان ازهر اللي عليه ضجه شويه ان شاء الله، اصورهولك وانزلهولك. مش هاخد وقت لان هو امتحان ازهر ما كانش كبير برضو، بس هو مش نفس النمط بتاع اخر السنه عندك. يعني انت ما عندكش كومبليت وكده، هم عندهم كومبليت وعندهم حوارات. شكرا يا حبيب قلبي، اتمنى يا رب تكون استفدت، واشوفك ان شاء الله في الاسترشادي اللي بعده، الاسترشادي الرابع. قلوب كتير، سلام.